حبايب قلبي اللي منوريني على قناتي، قناة ابداعات رودينا، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. هنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا سبت الشفاط مده طويله علشان يبقى بالمنظر ده، عشان اوريه لكم النهارده هنعمل الشفاط ده بمكون بسيط جدا، وعندنا في كل بيت هتلاقيه. وبجد بجد يعني عن تجربه حاجه كويسه جدا جدا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا. انا عملت قبل كده. بس في الجروب ما كنتش لسه عملت القناه، عملته بالدقيق. بينضف بالدقيق مش ما بينضفش، ولو جبت شويه زيت بينضف برضو. بس في نظافه عن نظافه عن نظافه. يعني انت عايزاه زي ما تكوني لسه جايباه النهارده، بتفرق بقى. يعني انت لو حطيتي، انا عملت قبل كده فيديو غسيل الشفاط، حطيت دقيق وفركت وندف، بس متعب في الفرق. يعني بصي، يعني كل حاجه وليها حاجه. زيت، هات شويه زيت قديم محمره حاجه بيه واغسلي هينضف. بس في نظافه عن نظافه عن نظافه. انا حبيت اقول المقدمه دي عشان اقول لك ان في طرق كتير قوي لغسيل الشفاط، بس انا بجرب كله وعايزه اقول لكم افضل حاجه في النظافه غير متعبه، وفي نفس الوقت يخليهولك زي الفل ومنور. طبعا مفيش افظع من كده يا جماعه. ايه الحل؟ الحل بدون تعب، بدون اي حاجه وبدون تكلفه. في الازازه دي، الازازه دي ازازه نفط هتجيبيها من عند الموان ب3 جنيه. ب3 جنيه هترجعي شفاطك زي الاول واحلى كمان وانضف. يعني هيرجع، شايفه منظره، هيرجع اكتر من الاول باذن الله. انت كل اللي هتعمليه، عاوزه سلك عادي وطبق تحطي فيه النفط، بس بتغطيه بعد ما بتفضي في الطبق علشان خاطر بيطير، ريحته بتطير اهو. تمام، تعملي كده، نسمي الله. بس انا جربت لكم كل حاجه، يعني انا جربت كل حاجه بس للاسف مش على القناه، جربت عندي في الجروب. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش افظع من كده يا جماعه في الدهون. يعني انا سايباه لكم بصراحه علشان خاطر تشوفي هو عامل ازاي. مفيش اكتر من كده. يعني متهيألي مفيش واحده بتسيب شفاطها لحد ما يبقى بالطريقه دي. بصي على الناشف، يعني الشفاط ناشف والسلكه ناشفه. بصي اهو، لا بتعب ولا بعمل اي حاجه اهو. بصي هيبقى زي الفل زي الفل، اكنك لسه جايباه النهارده. بصي رب بس تكون الكاميرا جايبه حلو اهو. لا دهون ولا اي حاجه. بصي بس بسهوله جدا 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 جدا. ومش بيشيل الدهون بس، لا ده بيخليه. بصي الفرق، بصي الفرق. تعبتي في ايه انت؟ انا عايزه اعرف انت تعبتي في ايه. اظن مفيش دهون اكتر من كده. يعني انا سايباه لكم بصراحه فظيع فظيع. لا بياخد مجهود ولا فلوس. 3 جنيه. حابه كمان اوريكم الفظاعه دي، البشاعه دي. بصي، لا كميه دهون يا جماعه مش طبيعيه. انا سايباه لكم بصوا ازاي، عشان لما اجي اعمل لكم الفيديو يبقى قدامكم اهو. بصي انا حابه اعمل قدامكم علشان خاطر ما حدش يقول لي لا انت مش عامله بيه. وهو ناشف ناشف مفيش اي حاجه عليه. بصي سلكه ناشفه وهو بس. لا انا اوفر يا جماعه. يعني انا الشفاط بتاعي سايبه لكم اوفر قوي اهو. بس 3 جنيه. طبعا بعد ما بتعمليه كده، بصي انا حابه اوريكي بس فرق. بعد ما بتعمليه كده بتاخديه تحت الحوض اكنك بتغسلي كوبايه شاي. اظن مفيش اسهل من كوبايه الشاي في غسيلها على طول بالبريل. بس كمان عشان اوريكي شويه بريل، بس عشان يبقى كله قدامك بس
وبسلكه تانية غير السلكه اللي كنا بنغسل بيها، واهو اهو. ويجي بقى شفاطك هيرجع يبقى زي الفل، اكنك لسه جايباه من الراجل دلوقتي. بصي شايفه الفرق؟ تعالي بقى اشطفيه بالميه، هينور وهيبقى زي الفل اهو. بصوا يا جماعه، بصوا انا مخليه لكم الشفاط بجد عامل ازاي، صعب جدا صعب جدا اهو. النفض ده جميل جدا. اخلص بقى شفاطي، اديني عملته قدامكم اهو، وارجع لكم تاني بقى بعد ما اخلصه اهو. يا حبايب قلبي رجعنا بعد ما خلصنا. شايفين الشفاط منور وجميل ازاي؟ اظن ما كانش فيه ابشع من كده، مفيش واحده كان شفاطها كده اساسا. يعني انا سبته لكم المده دي كلها علشان يبقى رديء بالطريقه دي، واوريكي ان هو بعد ما كان كده هيتعمل ازاي. كل طريقه، كل واحده ليها طريقه. الدقيق ليه طريقه، الزيت لما بتغسلي بيه ليه طريقه، بس احنا بندور على الطريقه الانضف والاحسن واللي بتنضفه من غير ما يتعبنا ويبهدلنا. بجد انا جربت الدقيق وجربت الزيت، جربي انت بقى النفض ده بجد. الازازه ب3 جنيه وبصي ما خلصتش، وهي اساسا كان يعني انا جايباها اصلا كانت لحد هنا. يعني كل اللي انا خدته، بصي المنظر كان رديء ازاي. كل اللي انا خدته الازازه اصلا انا شارياها كده ويا دوب، ولسه فيها اهو تاني. يعني يا جماعه انا بحاول ادور لكم على الاحسن والافضل علشان الراحه. الحاجه الوحيده اللي بتضايقنا وتقرفنا في المطبخ هي الشفاط، اكتر حاجه بيبقى عليها الدهون هي الشفاط، فبجد بيبقى رخم وبيبقى غسيله رخم فبيضايقنا بجد، بيخلينا مش طايقين حتى نغسله. لكن انت لما هتستعملي بجد الازازه دي، وعن تجربه انا جربت الدقيق يا جماعه وجربت الزيت، غسلت بالزيت مش وحش، بس في احلى، الحلو والاحلى. احنا بندور على الاحلى والفايده واللي ما يتعبكيش حتى في الغسيل وانت بتغسليه. يعني وانا بغسله مش تعبني، ومفيش واحده شفاطها هتسيبه لحد ما انا ما وريتكم المنظر كان عامل ازاي. يعني انا حبيت اوريكي اقصى درجات الشفاط بتاعنا. فيا رب الفيديو النهارده يكون مفيد علينا وعليكم. انا مبسوطه بيه جدا يا جماعه، بجد مبسوطه بيه جدا، نضيفه زي الفل اهو. وانا مش لسه مركباه امبارح، ده انا مركباه بقاله اكتر من 17 سنه، يعني الله يقويه ويعينه. فبجد يا جماعه انا بحب اجرب كل حاجه واوريكم افضل حاجه. يعني بجد انا عملت فيديوهين بالزيت وبالدقيق، بس للاسف ما كنتش لسه عملت القناه، بس عملتهم في الجروب. دي تالت تجربة اجربها وفعلا ريحتني عن التجربتين اللي فاتوا، عن الزيت وعن الدقيق. وعن تجربة يا جماعة الازازة دي ب3 جنيه، جايباها نص، يعتبر ربعها اهي، كل ده ما كانتش فيها لحد هنا كل ده، واديها اهو ولسه فيها تاني ب3 جنيه. يا بلاش الشفاط الرديء ده اللي كان شفتوا كمية الدهون اللي عليه ب3 جنيه، يا بلاش. وسلكة ناعمة زي الفل زي الفل. يلا بمناسبة العيد بقى ونظافة العيد، الشفاطة اهو اول حاجة. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف ومفيد ليكم بجد، لان انا بجد بحبكم في الله. اوعوا تنسوا الشير واللايك زي الفل والسبسكرايب، زي وما الفل. تنسوش يلا تفعلوا لو الجرس الفيديو عشان عجبك ما يوصلكوا كل تبخليش جديد، عليا بقى بالشير وانتظرونا واللايك فيديوهات جديده وسبسكرايب، وافكار جديده فعلي الجرس عشان وابتكارات يوصلك كل جديده. جديد. باي باي.